بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن شاء الله أعمل لكم فيديو النهاردة كويس ينال إعجاب حضراتكم عن الموتوسيكل. طبعا أنا نزلت لكم فيديو قبل كده عن موضوع الموتوسيكل الهوجن الفحر البارز الفضي والفحر البارز الأسود. اتكلمت عن الاتنين. ان شاء الله هننزل لكم فيديو عن الهوجن الفحر البارز، وهي ما تختلفش عن الهوجن دي في حاجة، الاتنين شكل واحد، اللي يختلف بس ان الكتابة دي سمراء. تمام. سمعونا الصلاة على رسول الله. كان عندي مشكلة من حوالي 10 ايام بالظبط، الموتوسيكل كان بيغلبني في الدوارة. تمام. ادوره يدي منافلة عشان يدور وكده. فالمهم كان عندي فضول ان انا افك البوجي ده. تمام. فكيت البوجي ده اهو. حلو. وبصيت عليه لقيته في جوه في البوجي حاجة كده بتطلع لقطة الشرارة اللي هي بتدور المكنة. الاتنين كانوا بعاد عن بعض، فالبوجي قفلته سنة صغيرة بس. تمام. دي حاجة بسيطة جدا، ممكن تروح لميكانيكي واخد بالك ويشوف لك المشكلة في ايه ويفك ويعمل واخد بالك. فدي مشكلة بسيطة جدا مش مستاهلة انك انت تروح لميكانيكي. تمام. دي اول حاجة، مشكلة في الدوارة. تمام. دي بتبقى مشكلة البوجيه اهو. ولو المشكلة مش من البوجيه، ممكن المشكلة مثلا تبقى البطارية او بلاطة البطارية. كده هنيجي ندور اهو. تمام. احنا كده دورنا. لا، البوجيه اليمين يا جماعه هو اللي شغال. تمام. لو كده نبص للبوجيه اللي هو هنا، ماشي، ملوش اي 30 لازمه. انا شلت اهو، هو بس مجرد ان هو محطوط كده ان البوجيه التاني لو عطل بتفك كده وتحطه مكان التاني، ان البوجيه التاني باظ او حروق او لقيته اسمر او كده. تمام. دي بس منظر عشان في ناس بتفكر ان ده حاجه تبع المكنه، هو بس محطوط كده بس يعني شكل. دي حاجة. في حاجة برضو معلومة مهمة جدا هعرفها لكم في موضوع الزيت. تمام. عايز اعرفكم بس لأي حد يجي يشد الجنزير ما يخليش الجنزير مشدود جامد، لأن هيزعل الترس الأمامي. معايا؟ هيزعل الترس الأمامي. يكون الجنزير مشدود جامد هيزعل الترس الأمامي. نبطل بس الموسيقى عشان نسمع. الجنزير ده اهو لازم يبقى مهوي شويه كده، مش لازم يبقى شديد عشان ما يبوظش الترس الامامي اللي هو هنا. تمام. احنا عندنا هنا مصفى. المصفى دي لازما في المكن القديم بالذات لازما المصفى دي تتفك. شايفين الجزء ده اهو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الصامولة دي بيبقى جواها مصفى. المصفى دي ساعات بتبقى عليها تراكم رواسب كتير جدا، فنفك المصفى ده كل فترة كده، كل فترة كبيرة يعني، ماشي، خاصة لما يكون موتوسيكل قديم. وننضف المصفى دي، لأن المصفى دي لو مسدودة مش هتخلي المكنة ترفع زيت، تلاقي مشاكل بتقابلك. تمام. ماشي كده. دي حاجة. تاني حاجة، لما نيجي نفك اللي هيعمل الجنزير نشد الجنزير، معلومة مهمة برضو، هنروح عاملين ايه؟ نهوي الصامولة دي شوية. هنهوي الصامولة دي شوية، وزي ما هنربط هنا لفتين هنروح رابطين هنا لفتين. تمام. يبقى يعني المسافة ده اهي، المسافة ده اهي تبقى قد المسافة ده. ماشي. متنسوش الدعم والاشتراك في القناة علشان ان شاء الله هنزل لكم كمان فيديو عن المكنة الهوجن الفحر البارز. دمتم في رعاية الله وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.